كان يوم أحد هادئ بالنسبة لمرتادي هذا المقهى بحي الصخور السوداء بمدينة الدار البيضاء. لم يعكر صفوه سوى حافلة للنقل الحضري فقد سائقها وفق معلومات أولية السيطرة عليها حين تفادى الاصطدام بسيارة رباعية الدفع. أنا جاي في الضوء خضر والطوبيس جاي تا هو دخل فيا، هربت له وضربني وداني حتى لا سميتو ودخل في القهوة. هادشي اللي عقلت عليه أنا. مول الكات حرق الضوء جاي وهرب عليه مول الطوبيس وضربه، وكان غادي بينا لواحد الحفرة، وملي مول الطوبيس تقطع الله أعلم واش تقطع عليه فران. الاصطدام وقع عند حدود الساعة 11:30 صباحا وخلف 27 جريحا إصاباتهم متفاوتة الخطورة. 27 حالة فيها حالتين اللي هي خطيرة اللي تم التوجيه ديالها المستشفى الجامعي، في حين ال 25 حالة الأخرى تم الاستشفاء ديالها داخل المستشفى. شركة نقل المدينة أعربت من جانبها عن أسفها لحادث الاصطدام، وأكدت أنه يكني على المشكلات التي يتخبط فيها قطاع النقل الحضري بمدينة الدار البيضاء. هذا إشكالية يعني ديال حوادث السير اللي كتكرر، ولكن أيضا ديال حوادث من نوع آخر اللي كيتعرضوا لها يعني لا الزبناء ديالنا الكرام ولا المستخدمين، يعني حوادث اعتداءات وإشكاليات أخرى هيكلية اللي كيعاني منها القطاع، واللي أصبحت كتفرض التدخل العاجل ديال مختلف الفاعلين. تدخل مختلف الفاعلين بات أمرا ملحا، خاصة وأن 26 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب المئات في نحو 1000 حادث سير وقع داخل المدار الحضري خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.